مؤشر الكرة الذهبية 2023. ترتيب العشر الأوائل يشهد مفاجآت بالجملة، والصراع على الجائزة سيثير جدلا كبيرا. بين منافسات كأس العالم والمنافسات الأوروبية والمحلية، يعود لحديث عن اللاعب الأفضل هذا العام. ماذا سيحصل إن حقق مانشستر سيتي الثلاثية؟ وماذا عن كأس العالم الخاصة بميسي؟ لمن ستكون الكلمة العليا؟ وما هو الترتيب الحالي؟ نقدم إليكم ترتيب شهر مايو الخاص بموقع goal.com. في المركز العاشر خوليان ألفاريز لاعب نادي مانشستر سيتي. سجل هذا الموسم 23 هدفا، وساهم في 6 تمريرات حاسمة، وتوج بكأس العالم والدوري الإنجليزي، وقد يكون على أعتاب تحقيق ثلاثية مع ناديه ليصبح بذلك من أصغر اللاعبين الذين يختمون اللعبة بشكل حرفي. في المركز التاسع روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة. سجل هذا الموسم 34 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، حقق لقب كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني. في المركز الثامن خيفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي. سجل هذا الموسم 16 هدفا، وقدم 17 تمريرة حاسمة، وحقق الدوري الإيطالي. كان الجناح الجورجي أحد صفقات الموسم في كرة القدم الأوروبية، ولا يزال أحد أصعب الأجنحة أمام المدافعين وضد أي لاعب في القارة. في المركز السابع كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد. سجل هذا الموسم 29 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة. فاز بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. بالتأكيد لن يحافظ بنزيما على جائزة البالندور هذا الموسم، لأن حامل الكرة الذهبية كان عاجزا عن مساعدة فريقه في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام مانشستر سيتي. في المركز السادس فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي. سجل هذا الموسم 28 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتوج بالدوري الإيطالي. في المركز الخامس كيفن دي برويني لاعب نادي مانشستر سيتي. سجل هذا الموسم 10 أهداف، وصنع 30 تمريرة حاسمة. 30 تمريرة. دي بروين هو حقا أفضل صانع ألعاب في جيله، والطريقة التي تحول بها إلى مستواه على مدار الموسم كانت أساسية في وصول سيتي إلى المستويات التي حققها خلال الشهرين الماضيين. في المركز الرابع فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد. سجل هذا الموسم 24 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الملك وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. بالنظر إلى كل ما كان على فينيسيوس تحمله من مشجعي الخصوم في إسبانيا هذا الموسم، فقد كان مستواه رائعا، حيث أكد الآن أنه من بين اللاعبين الذين يمكن أن يطلق عليهم اسم عالمي. في المركز الثالث كيليان امبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان. سجل هذا الموسم 52 هدفا، و13 تمريرة حاسمة. في المركز الثاني إيرلينغ هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي. سجل هذا الموسم 53 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة. ربما لن يكون الفوز بالثلاثية كافيا بالنسبة لهالاند للفوز بالكرة الذهبية، حيث سيتعين عليه تسجيل الأهداف التي تجعل مانشستر سيتي بطلا لدوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي. في المركز الأول ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان. سجل هذا الموسم 37 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة. فاز بكأس العالم وكأس السوبر الفرنسي.